السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ اياد وزياد. اليوم جيتكم بوصفه سهله ولذيذه بزاف واقتصاديه وصحيه، اللي هي الشوربه بالعدس. غادي نحتاج واحد سلافه ديال العدس اللي غسلته مزيان وسقطرته من الماء، وغادي نحتاجو جوج صوص ديال الثومه وحبه وحده ديال خيزو او جزر وبطاطا وحده، مطيشه حبه ديال المطيشه اللي قطعتها على هذا الشكل، وبصله. وغادي نحتاجو زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه غنحتاجو ملعقه مهم ملح على حسب الذوق، ملعقه كبيره ديال الكمون وملعقه ديال التحميره ونصف ملعقه ديال الابزار. في كوكوط غادي نوضع زيت الزيتون وغادي نحك عليه الثومه، وغادي نضيف الخضر والعطريه. بالنسبه للوليدات الصغار ما كيبغيوش ياكلوا ليا العدس نهائيا، وملي جربته بهذه الطريقه هذه ولاو كيحماقوا عليه ولا كيعجبهم بزاف كياكلوه. اصلا كتجي بنينه بزاف هاد الوصفه هذه. صافي غادي نشعل دابا البوطه، غادي نشعل عليها ونخليه يتشحر شي شويه. من بعد غادي نضيف العدس، غنضيف واحد الملعقه ديال مركز الطماطم اللي نسيت ما ذكرتهاش لكم مع المقادير. صافي دابا غادي نضيف الماء الكافي اللي غادي يطيب لنا فيه العدس والخضر، وغادي نسد على الكوكوط ونخليها مده ديال 25 دقيقه او 30 دقيقه. بعد نحس به طاب بعد ما داز 30 دقيقه. المهم الوصفه ديالنا كتكون على هذا الشكل هذا. دابا غنخليها حتى كتبرد وغادي نطحنها في الميكسور، ومن بعد نتلاقى معكم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه اللي حضرت معكم اليوم. كتجي رائعه، تيقوني غير جربوها غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. كتجي بنينه بزاف وكتجي وصحيه في نفس الوقت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم ومع العائله ديالكم، وما تنساونيش بلايكاتكم وبتعليقاتكم. وكنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا اخبار وبصحه وراحه.